شو رايكم بهيك جواب حلو بمكونات بسيطة وما بياكل شغل أكثر من 10 دقائق؟ يا سلام، بدي فوت فوتة هون وشوف شو الترتيب. يا سلام يا سلام على هالطبقات اللي بتاخد العقل. بدنا نقول لها بسم الله ونستمتع بسم الله. طيبة وكتير خفيفة على المعدة. ولحتى نجهز الكاستر بدنا 2 من الحليب. بسم الله. بدنا ننزع الحليب 8 معالق من الكاستر واخلط اخلط يا معلم لحتى يدوب الكاستر. وبس داب عنا يا حبايب بنشغل الغاز وبنضل بنحرك هيك لحتى يتقل القوام. وهلا صوات يا حبايب من ايدي عباية المونه ونحليه وندلله معلقتين كبار من حليب مكثف المحلى. بسم الله. يا سلام، هيك ممتاز. وهيك بس صار عندنا قوام. بنطفي النار وبنسحب نص الكميه على زبديه. بسم الله. ومن بعد ما قسمنا الخليط لنصين، نص الخليط منه بدنا ننزل عليه معلقتين كبار من الكاكاو. بسم الله. ونعطيه خلطه مرتبه. وهلا صار وقت التطبيق. وبدنا كميه منيحه من بسكوت الصادا، وبدنا كمان شويه نسكافيه بس مو للشرب، لحتى نغط فيه البسكوت. يلي بدنا نبلش نعمله يا حبايب، نغط اول شيء البسكوت بالنسكافيه ونبلش نطبقهم. بسم الله. وعلى البسكوت بدنا ننزل باول طبقه من كاسترد. بسم الله. يا سلام، لك ما في اطيب واسهل من هيك اكلات حلو. ومنعيد الكرة وبننزل طبقه ثانيه من البسكوت. يعني الموضوع ما في اسهل من طبقه بسكوت طبقه كاسترد. والطبقه الثانيه حتكون كاسترد بس مع كاكاو هالمره. وهلا لازم نعيد نفس الطبقات اللي حطيناها، طبقه بسكوت طبقه كاستر طبقه بسكوت طبقه كاستر مع كاكاو. وبعد ما خلصنا الاربع طبقات يا حبايب صار وقت نزين بشويه كاكاو. بسم الله. وبدنا نزين بشويه بسكوت صادا. يا سلام. واكلتنا يا حبايب ما ضل بدها غير وقت ساعتين على البراد وبتصير عنا جاهزه.